يا صباح الفل والنشاط والبركة وكل الخير يا رب، ان شاء الله يومكم جميل. يلا بينا بقى. صديقي الصدوق في المطبخ الفترة دي مش قادرة استغنى عنه، بقيت متعلقة بيه جدا. صحيت كده بدري. حضرت لانش بوكس ووديت بنتي الحضانة، طبعا دوا الحساسية علشان الفترة الصعبة اللي احنا فيها دي. وديتها الحضانة علشان ورايا حاجات كتير جدا 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 هنخلصوها سوا. الواحد لما بيبقى دايما ايده في البيت ودايما بيعمل تنظيفات عميقة اول باول وبينظف على طول، بجد بتيجي قبل رمضان مش بتبقى يعني مش مبقاش في مدعكة بقى، مش بتهلكي نفسك لان انتي اوريدي ايدك في البيت فمش محتاجة شغل كتير. انا الحمد لله يا رب السنة دي قبل رمضان السنة دي ما عنديش شغل كتير، علشان الحمد لله ايدي دايما الفترة اللي فاتت كانت يعني تنظيفات، وكنت بعمل على طول تنظيفات عميقة في البيت على مهلي وعلى راحتي، فما عنديش حاجات كتير تتعمل. غير بس حاجات فوق الدواليب محتاج يتنضف، بعض الستاير مش كلها، وسجادتين بس او السجاد بتاع الصاله بس هو اللي هيتغسل، مش اكتر من كده. احنا عملنا مع بعض المره اللي فاتت فوق النيش وفوق دولاب اللي هو بتاع الهدوم. نضفته فوقيهم كده، شلت المفارش القديمه وحطينا جديده وبقت زي الفل. ندخل بقى على الصدمه. ان دولاب المطبخ بقاله 3 سنين ونص دلوقتي او كام شهر متعلق، ما بعمل يعني ولا مرة عملت فوقيه ولا نضفت فوقيه. كل مرة ببقى عايزة اعمل الخطوة دي من زمان بتيجي حاجة تعطلني. ما انا اصلا في العادي مش بحط اي حاجة فوق الدواليب، ولا فوق دواليب المطبخ مش بحط كراتين مثلا او مخزنة حاجة او كده، ولا حتى فوق دواليب اوضة النوم او فوق النيش او كده، مش بحب الحركة دي فمش بعملها. ف دولاب المطبخ زي ما انتوا شايفين تراب ودهون، بصوا المنظر بشع بشع بشع. كمان علشان شباك المطبخ عندي ما شاء الله كبير، فعلى الشارع كمان بيدخل تراب بقى مع الدهون بتاعة البوتاجاز، فالوضع كان كارثي. طبعا انا جوزي اللي بيساعدني، ما ربنا يهديه يا رب. هو اللي عامل المطبخ طبعا، لان المطبخ عايز دعك وفرك، وكمان عايز طول لحد واقف، انا واقفه فوق السلم مش هطول لجوه كده. فهو بقى بالسترس كده ولابس لبسته الجلافز كده علشان السترس بيبقى قوي على الايدين، ورشينا فوق الدولاب وخليته يسيبه شويه، وبعدين بقى بميه دافيه وسلك وصابون مواعين ودعك بقى. بصوا المنظر تحفه ما شاء الله، راجع كانه جديد بجد، تسلم ايده. بتحايل على الحركه دي بقالي كتير، بس كل شويه يقول لي اصبري علشان لما اعملهولك بمزاج اعمله كويس. اقول له يلا بينا النهارده مش عارف ايه انت فاضي، هو يقول لي اصبري علشان لما اعمله بمزاج. والحمد لله اخر صبري جبر، الحمد لله. بصوا بتلمع كانه جديد بالظبط. حطيت بقى فوقيه المفرش ده اللي هو مفرش السفرة اللي بيترمى، علشان كل بقى ما يتملى تراب هلمه وارميه وافرش غيره من غير بقى دعك وفرك وموضوع كبير. بحاول كده الاقي حلول دايما علشان اسهل على نفسي اي حاجة ممكن تسهلها عليا في البيت بعملها. وبكده نقول الحمد لله كل الاسطح بتاعت الدواليب عندي في البيت بقت بتلمع وزي الفل. هنا بقى شلت السجاد بتاع الصالة كله، السجادتين بتوع الصالة عندي وكمان بتوع الطرقة هنزلهم يتغسلوا، علشان الفترة ديت الجو حلو الحمد لله وشمس، يلحقوا ينشفوا كده ويجولي بسرعة قبل ما يبقى في اي عاصفة او اي حاجة ساقعة في الجو، تقلبات الجو دي. وكمان الحق قبل زحمة رمضان والشغل بتاع رمضان، علشان المغاسل كلها هتبقى زحمة فمش عايزاهم يكروتولي السجاد بتاعي. دخلت بقى على ستاير الاوض عندي انا غسلاها في اول الشتاء فمش محتاجة الحمد لله، نضيفة وزي الفل. الستاير بس بتاعت الصالة عندي النزالات هي اللي محتاجة تتغسل، الستاير البيضة مش هغسلها. انا كنت هنا بس بوريكم الفكرة اللي انا عاملاها، كنت عاملاها السنة اللي فاتت معاكم في رمضان برضو تنظيفات رمضان. علشان بس تديني الشكل اللي هو الكوسر بتاعت الستاير كده، كنت عاملاها بالرول بتاع المناديل او الفوم التاني. انا قلت اشتغل كده وانزل جزء جزء، نزلت النزلات بتاعت الجزء ده هغسلها وارجع انشرها وبعدين اشوف الجزء التاني، علشان بس ايه ما ازحمش نفسي وبهدل الدنيا على الفاضي، خصوصا اصلا ان انا منضفه ومسيقه وكل حاجه. اقول لكم حاجه، الحته اللي عند البلكونه هنا مكان ما طبعا فتح البلكونه على طول كده، البلكونه مفتوحه الازاز، ورغم ان انا حاطه ستاره على البلكونه نفسها من بره، الجزء ده من الستاره البيضه كان دايما بيبقى مليان تراب لونه جراي كده. فكنت بقى اول ما الاقيه عمل كده انزل الستاره كلها واغسلها واركبها. بعد فتره الاقي الجزء ده عمل برضو من التراب اغماء خالص بقى لونه جراي كده، فاخدها اغسلها وهكذا. لدرجه ان انا بعد كده اكتشفت ان الجزء ده بقى لون
لونه اغمق من الجزء اللي هنا، عشان هنا بيبقى مش معرض للتراب زي فتحة الشباك، زي فتحة البلكونة. فالجزء ده كان ابيض ناصع البياض، وده رغم ان هو مغسول وبنقعها في البانيو الاول اكتر من 3 4 ساعات في المسحوق لحد ما تنزل التراب، واخدها اغسلها غسله كامله في الغساله. لكن اكتشفت ان بعد كده مع الغسيل ان الجزء ده بقى لونه اغمق من ده. فبعد كده بقيت بعمل ايه، دي انا لسه نقلاها، بقيت اول ما احس ان ده خلاص بقى متبهدل اقوم واخده الستاره لفاها زي ما عملت كده. جبت الجزء اللي كان هنا وجبت الجزء اللي كان هنا حطيته هنا. اول ما دي احسها اتبهدلت زي دي او واخداها كلها غسلها بقى مره واحده. ده يعني خلى عمر الستاره هيبقى اطول شويه، لان انا من كتر ما بغسلها حاسه ان الستاره قماشتها بقت ضعيفه. فبقيت بقى معتمده الحركه دي بقى لي فتره. يعني بصوا هي اغمقت ازاي من التراب. فانا جبتها بقى هنا، وشويه كده قبل العيد بقى، مش قبل رمضان، قبل العيد كده هاخدها بقى اغسلها كلها، علشان ما الحته دي اللي هي كانت هنا ما تضعفش وتتقطع مني، ويبقى الجزء التاني سليم، فكده الستاره كلها هتبوظ. فلجأت للحل ده. هنا بقى خلاص نزلت النزلات في الغسالة، اول ما هتخلص هياخدها ومسحت الماسورة هنشرها، مش هنشرها هعلقها على طول وهي تنشف وهي متعلقة تتفرد احسن. يعني هي اصلا ما شاء الله الغسالة بتطلعها لي ناشفة خالص الحمد لله. وبعدها بقى بشوية هاخد بقى النزلتين دول كمان اغسلهم واعمل نفس الكلام. بس الستارة البيضة دي مش هغسلها لان هي مغسولة اول الشتاء. بنضف اول الشتاء الشباك اللي وراها كويس قوي واقفله، مش بفتحه خالص طول الشتاء. فالستاره اصلا نظيفه معلهاش تراب ولا اي حاجه الحمد لله. هغسل بس اللي بره لان انا ما كنتش غسلاها. الشباك برضو اول ما جيت اشيل السجاد وكده فتحت هنا وظبطت الشباك، كان مليان تراب. كان نفسي اصوره لكم بس كنت عايزه انجز، رغم ان هو مقفول مليان كميه تراب رهيبه. نضفته كويس قوي وقفلته ومسحت بقى كله وحطيت السجاده ديت حاجه تانية غير اللي عندي، مش سجادتي يعني. فعشان كده حط عليها ملاية عشان ما تتبهدلش، علشان بس تدفلي البيت، لان انا لما السجاد كله كده يتغسل لحد ما يجي ان شاء الله. وبقى الفكره اللي قلت لكم عليها بتاعه الستاير كنت منفذاها الاول بالورق بتاع المناديل اللي هو التويلت. يعني مناديل التويلت دي هي بتبقى يعني هي مش باخدها كامله عشان هتبقى كبيره قوي، بس بقطعها 2. بشوف المقاس الكسر اللي انا عايزاها قد ايه مثلا كده واكتر، واقصها على مقاسها. ويا اما بقى بالفوم ده، يعني بصوا تحسوا يعني غالبا نفس المقاس. الفوم ده اللي هو بيتباع في المكتبات، مش عارفه بيعملوا فيه ايه، انشطه او حاجات كده للطلبه. فجبته كان فوم طويل كده، مش فاكره تمنه بس ما كانش غالي، يعني 20 جنيه مثلا او حاجه. بس ده عندي من سنه، وقطعته المقاس ده وبحط بقى خطير. كنت شايفة الفكرة ديت من سنة في فيديو من حد أجانب، يعني فيديوهات أوروبية، ونفذتها عندي. عايزة أقول لكم خطيرة بجد، بتخلي شكل الستارة تحفة تحفة زي ما انتوا شفتوا كده، مش بدل ما هي مهلهلة كده وملهاش شكل. فخطيرة. ناخد استراحة محارب كده، قهوة مع واحدة دوناتس لحد ما الغسالة تخلص علشان انشرهم مكانهم. بصوا علقتهم مكانهم، الهوا والساعة هينشفوها وكمان هتتفرد، فمش هتبقى محتاجة ان انا اكويها. نشرت دي علقتها سوري، وبعدين خدت التانية دلوقتي حاليا في الغسالة وانا مستنياها تخلص علشان برضو ارجعها. مسحت الماسورة وجهزتها ومسحت الفوم الفواصل اللي انا عاملاها وكله بقى زي الفل. والجزء التاني من الستاير خلص الحمد لله وركبته وكده، نقول الحمد لله. الصالة بقت زي الفل ستاير، والحيطة كمان انا مسحتها. كان بقالي شهر كل ما اجي امسح مرة اخد جزء من الحيطة لحد ما كلها بقت زي الفل وكده. ما فاضليش اي حاجة غير ان السجاد يجي بالسلامة. بالنسبة للسفرة عندي، انا رمضان اللي فات كنت غاسله النيش كله منزلاه وغسلاه زي الفل. مش هعمله السنه دي لان انا اصلا السنه دي ايدي كانت فيه، وكنت عشان انا بستخدم منه حاجات كتير، فاول باول بغسل وادخل فهو زي الفل. وكمان البوفيه من جوه منظم وزي الفل. مسحت السفره كلها بالكراسي مسحه محترمه، وكمان الجزامه خدتها بالمره، وكمان الوحده اللي تحت التلفزيون اللي هي المكتبه من جوه ومن بره قشطه. والنجف انا عاملاه في بدايه الشتاء، فكل الصاله كده بقت زي الفل. ودي ميزه التنظيفات العميقة والمستمرة اللي بعملها دايما في بيتي الحمد لله.
اخر حاجه بقى هشاركها معاكم النهارده، الشباك ده كنت عايزه اعمله ستاره وعايزه انفذ الفكره وفي نفس الوقت يعني متردده، فعملت حاجه كده وقولوا لي في الاخر هتبقى يعني حلوه ولا لا اشيلها مش لطيفه. جبت ستاره قديمه وقصيتها على مقاس الشباك بالزياده عشان تعمل كسر، وكمان خيطت فيها حته زي كانها برقع كده منها فيها، وعملت فيها من جوه فتحه تدخل في الماسوره على طول من غير حلقات او حاجه. مكان بقى ما هحط الماسورة انا من غير ما اخرم او اي حاجة علشان لو معجبنيش اشيلها. دي لقيتها في محلات الادوات المنزلية بتاعت ستارة كده، بس عايزة ماسورة رفيعة جدا. المهم لزقتها وايه وبجرب كده ان انا حطيت الشريط ده قبل ما اشتري الماسورة عشان هو عايز ماسورة رفيعة بمقاس معين، فحطيتها كده بالشكل ده. بصوا بوريكم هنا مكان الخياطة، كل ده معمول على الايد، خياطة على الايد وكل حاجة كأنها يعني ايه برقع كده ونشوف الشكل في النهاية مع بعض. قولولي بقى الفكرة حلوة، محتاجة طبعا تتكوى ومحتاجة ماسورة هتبقى شكلها احسن كتير، بس هي حلوة ولا لأ؟ بعد ما ركبتها حسيت ان الكفرز اللي انا بحطه على الغسالة والديب فريزر عاملين زحمة، فقررت اشيلهم وارتب كده الدنيا واحط مفارش تانية لونها ابيض علشان ما تبقاش ايه في الوان كتير كده زحمة في الرؤية، يبقى الوضع احسن يعني. فرتبت ونظمت وحطيت كده مفارش بيضة وحطيت زرعة وشلت كل الكراكيب اللي فوق الديب فريزر، وده الشكل النهائي. بصراحة مش قادرة احدد لوحدي حلوة ولا لأ، فقولولي محتاجة بقى ماسورة وتتكوى عشان تظبط ولا لأ؟ شاركوني رأيكم ونصايحكم، وبكده يكون يومنا خلص. انا هقعد بقى اكتب المهام بتاعتي بتاعت بكرة، واشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد، وباي باي.